مرسل الصحابي حجة. والإرسال هو أن يحدث عمن حدث عنه، بمعنى أنني حدثتك بالحديث وأنا قد حدثني فلان وفلان قد حدثه فلان، فتأتي أنت وتحدث بالحديث عن شيخي وتسقطني، فأنت أرسلت الحديث. فالإرسال هو التحديث عمن حدث عنه. صعبة ذي. أبو هريرة هل كان مكي ولا ما جاء إلا في المدينة؟ طيب نحن نراه يروي أحاديث حصلت في مكة، أكيد إنها سمعها من وين؟ من صحابي آخر، لكن هل كان يصرح باسم الصحابي ولا يرسل الحديث لرسول الله؟ إذن الساقط منه. بما أننا نجزم أن الساقط صحابي فالصحابة كلهم عدول، فلا يشترط أن نعرف اسم الساقط، فإذا مرسل الصحابي حجة، لأننا نعرف أن الساقط صحابي، والصحابة كلهم عدول ثقات أثبات عند أهل السنة والجماعة، صح؟ طيب إذا كان المرسل تابعي، لا، التابعي ليس بالضرورة يحدث عن صحابي، أحيانا يحدث عن تابعي عن صحابي. فلوجود الاحتمال فنقول مرسل التابعي ضعيف، وهي القاعدة التي بعدها. فمرسل الصحابي مقبول لأن الواسطة الساقطة نجزم أنها صحابي. وأما القاعدة التي بعدها فتقول مرسل التابعي ضعيف. لما؟ لأننا لا نجزم بأن الواسطة التي أسقطها التابعي أنها ماذا؟ أنها صحابي، بل قد يروي عن تابعي آخر، فلوجود الاحتمال لا ينبغي تصحيح إرساله. ومن القواعد أيضا